السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده التمرين رقم 14 في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. زي ما اتفقنا قبل كده وقلت لكم ان فترة ما بين البطولة والبطولة بيكون عندك فترة تمرين. الفترة التمرين دي احنا بنقسمها إلى فترات. أهم فترة فيهم هي فترة الإعداد العام، بعد كده بيبقى الإعداد الخاص، بعد كده بيكون فترة ما قبل البطولة. عايز اقول لك ان البرنامج الاعدادي العام ده بيخدم فئة الناشئين من اول سن 11 سنة لسن 15 سنة. ولكن في بعض النصائح بحب اقدمها في اول الفيديو قبل ما اشرح لك التمرين واقول لك بتتكلم عن ايه. اهم حاجة فيهم ان السباح لازم يكون فاهم يعني ايه سباحة وعارف جميع مهارات السباحة وفاهم يعني ايه دريلات. دي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اتنين، مهم جدا برضو ان السباح تكون عامل له اختبارات او عارف اداؤه الفني عامل ازاي بالنسبة للكشف الطبي، علشان تقدر تحمل عليه براحتك وتعرف هل هو قدراته البدنية تستحمل ولا لا. النقطة التالتة ودي مهمة جدا، ان انت طبعا بتقيس للسباحين وبنعمل تيستات وبنعرف السباحين دول هل مستواهم هيتطور في انهي عومة. بنبدأ نعرف المستويات بتاعت السباحين بالنسبة لل هيطلع في التخصص بتاعه هيكون عامل ازاي. تحملات، هل هو سباح سرعة أم سباح تحمل، كل ده بيبان معاك في البرنامج. مهم جدا برضه يا شباب إن إحنا قبل التمرين بعشر دقايق أو بخمس دقايق نعمل إحماء للسباحين. الإحماء للسباحين ده بيكون 5 دقايق استرتشات لإطالات للعضلات وإطالات وحركات للمفاصل تجنبا للإصابات. مهم جدا ان الكابتن يكون فاهم يعني ايه تمرين مش تعليم. مهم جدا برضو ان الكابتن يكون متابع ومعاه ستوب ووتش علشان يقدر يعرف قياسات السباحين في ال50 متر وفي ال100 وفي ال200 على الاربع عومات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ التمرين رقم 14، وزي ما قلت لكم كل تمرينة بتتكون من مجموعات أساسية ومجموعات فرعية. عندنا التمرين النهاردة طويلة شوية ولكن يعني ثمينة، وفيها تمرينات كتيرة قوي بتخدم طبعا التكنيك، علشان زي ما اتفقت قلت لك ان في اول حوالي 15 20 تمرينة احنا مش بنركز على السبرنتات خالص ولا في تحملات اطلاقا، ولكن احنا بنركز على التكنيك. فهتلاقي المجموعات كتيرة بتتكرر ياما، بنركز فيها على التمرينات الهوائية علشان السباح نقدر نوصل بيه لأفضل النتائج. عايز اقول لك ان الورم اب التمرينة بتتكون من مجموعات أساسية، وهي الورم اب، البري مين، المين ست، مجموعة الريكفري، والتوتال عندنا النهاردة 1800. يعني التمرينة بدأت تشد معانا شوية. بالنسبة للورم اب عندنا النهارده ال 200 حرة. ال 200 حرة طبعا السباحين بيبقوا جايين واقفين على الستارت، تقول لهم يلا يا شباب 200 حرة، بتوزع المجاميع بتاعتك، اجهز يلا، وتبدأ تقول لهم هوب. عايز اقول لكم برضه على معلومة مهمة جدا، ان السباح هو قايم ال 200 ما ينفعش يعني يعوم اي كلام ولا يثبت نفس. مهم جدا السباح يعوم كل 3 نفس، يعمل الترنات بتاعته، يعمل الاستريمات بتاعته. عندنا ال 200 حرة يعني 8 مرات رايح جاي، عندنا 8 استريمات، عندنا 7 ترنات، ضروري جدا السباح يعمله. خلصنا من الورم اب، هنخش على البري مين. البري مين بداية الوصول إلى أهداف التمرين. أهداف التمرين النهاردة أعتقد إن هي رجلين أكتر ودريلات. البري مين عندنا عبارة عن 200 متر 4 في 50 كيك فري، 25 أندر ووتر كيك بلس 25 أوفر كيك هيد أب فاست كيك 90% الشدة والراحة 30 ثانية. يعني إيه الكلام ده يا كابتن؟ يعني 4 في 50 وأنت رايح ضربات رجلين، رجلك جوه المية المفروض ما اسمعش صوتها، وانت راجع رجلك بتكون فوق المية انا سامع صوتها. هيد اب فاست كيك. هيد اب يعني هنا قلنا هيد اب يعني ما ينفعش امسك بورد، فانا ايديا بره المية وايديا بتبقى شغالة سكالينج. التحملات على الرجلين دي فيما بعد بتخدم ايه؟ بتخدم العومة، ان السباح لما يكون قايم حاليا بياخد المسافة بتاعته كاملة ضربات رجلين فقط، اما لما بيبدأ يشتغل على الدراعات فالموضوع بيبقى اسهل بالنسبة له. طبعا احنا بنعمل كده علشان نثبت بيزك رجلين، زائد يكون عندنا تحمل رجلين مهم جدا. النقطة التالتة والأهم إن الرجلين بتاعت السباحين تبقى ماسكة مية. بنعلمهم يعني إيه ضربات رجلين أندر، يعني إيه ضربات رجلين أوفر، ويعني إيه ضربات رجلين على وش المية، إن ضربات الرجلين اللي مع العومة. طبعا إحنا عارفين إن عومة الكرول فيها سايد كيك بس ما بتوصلش للسايد قوي، ولكن فيها رول في الجسم. 4 في 50 الشدة بتاعتهم 90، يعني السباح بيدوس على نفسه شوية، شدة عالية، مش أحلى، مش أقوى حاجة بس عالية. يعني ما قلناش 70 ولا قلنا 80، قلنا 90. الريست بتاعتك 30 ثانية. بتقول للسباحين اللي معاك ركز في ضربات الرجلين، ثبت راسك، السكالينج بتاعك مش مظبوط اظبطه. شايف اي خطأ السباح بيرتكبه وهو قايم ال 50 متر، سواء ال 25 الاولى او ال 25 التانية، بتبدأ تعدل له المهارات بتاعته دي علشان يبدأ يعمل 50 التانية كويس والتالتة كويس والرابعة كويس. خلصنا الأربعة في 50 كيك فري، هنخش على المين ست. المين ست النهاردة تقيلة شوية بس يعني قوية جدا وجميلة. عبارة عن 1200 متر، هي 10 في 50. العشرة في 50 دول ثابت التمرين بتاعهم، ولكن خلينا نركز شوية ونقول إن العشرة في 50 25 دولفين كيك أرمز
at side يعني ايده الاتنين جنبه. دولفين كيك يعني وش دولفين على وش المية ايدك جنبك، زائد 25 دولفين دريل سلايد 1. 4 بول رايت ارم، 4 بول رايت ليفت. طيب الشدة 85% والراحة 30 ثانية. يعني ايه الكلام ده؟ عايز اقول لك ان احنا خمسة اربعة عندنا 10 في 50. نبدأ واحدة واحدة. عندنا 10 في 50، خلينا في 50 الأولى. السباح بيبقى رايح 25 متر، عبارة عن ايده الاتنين جنبه وقايم وسط دولفين. كل 3 وسط بيطلع ياخد نفس وايده جنبه، مبيستخدمش الايدين خالص. بنستخدم الرجلين وبنعتمد على الرجلين في قوة الدفع والسايد. ليه قلنا الارم ات سايد؟ علشان ايده الاتنين جنبه يفهم ان دوسة الوسط الرجلين بتكون اندر ووتر مش اوفر. تمام. ده بالنسبة لل 25 وانت رايح. اما وهو راجع فهو بيعمل 25 دولفين دريل سلايد 1. سلايد 1 احنا اتفقنا ان احنا بنعمل سلايد 1 يعني بشغل دراع واحد. سلايد 2 بشغل الدراعين. سلايد 1 اللي هو 1 سنجل ارم في الكاتش، او بعوم بدراع واحد دولفين. الشدة بتبقى زي الحرة، النفس زي الحرة، الرجوع دراعي مفرود فراشة، وبدوس بصدري وبعمل وسط دولفين. 25 دولفين دريل سلايد 1. 4 بول رايت ارم، 4 بول رايت يعني 4 باليمين و4 بالشمال، وكل كاتش بنفس. ويفضل ان كاتش بنفس وكاتش من غير نفس. بنعمل 10 في 50 دي. الهدف منها احنا بنكتر ليه دريلات الدولفين يا شباب، عشان نوصل ان السباح يكون فاهم قوي العومة، قادر يطلع افضل ما عنده، علشان لما يجي يعوم العومة كاملة ان شاء الله يأديها بشكل كويس. 10 في 50 الراحة الشدة بتاعتهم 85، يعني بدأنا ندوس شوية في التكنيك. الراحة بتاعتك عندك 30 ثانية، ففي خلال ال 30 ثانية انت بتبدأ تشرح للسباحين اللي معاك العومة عاملة ازاي، الدريلات هل هما بيعموها صح ولا بيعموها غلط. في شدة بشدة الدراع، الشدة بيكون معاها رجلين اوفر، والدخول بيكون معاه رجلين اندر. خلينا نفهم القصة دي قوي. لازم الكابتن اللي واقف يكون فاهم العومة كويس جدا، بيأديها بشكل كويس، عشان لو عايز يفهم السباحين او يطور من مستواهم ما ينفعش يكون هو مش فاهم العومة او ما بيعرفش يطبقها على نفسه. 10 في 50 مهم جدا ان هم يتعملوا. الراحة 30 ثانية. لو الراحة هربت منك او زادت التمرينة كلها هتروح، لان التمرينة 1800 متر. تعال نخش على المجموعة اللي بعديها. 10 في 50 برضو. 25 كيك بريست جلايد 3 سكند بلس 25 فاست كيك فري. يعني هنعمل 10 في 50 تانيين، عبارة عن رجلين بريست دراعاتك الاتنين مفرودين. تمام. 11 بيزق برجلين الاتنين وبيثبت 3 سكند بلس 25 فاست كيك فري، يعني رجلين حرة سريعة جدا وهو راجع. وهو رايح السباح بيعمل رجلين بريست ايده الاتنين مفرودة 11. بعد ما بيزق بيثبت جلايد 3 سكند، يعني بيثبت 3 عدات جلايد. وهو راجع بيعمل ضربات رجلين حرة دراعاته بره المية، كنا بنعملها في البريمي. الشدة بتاعتك 85%، فالسباح ما بيجيش بس مركز برضه في التكنيك. الراحة بتاعتك 45 ثانية. بنبدأ ندي السباح تعليمات مهمة جدا عشان يأدي التمرينة بشكل كويس ونوصل بيه لأفضل النتائج. 10 في 50 دول لازم يتعملوا كويس، لازم تتابع الراحة بتاعتهم، لأن السباح التمرينة ما تروحش منك أو تهرب منك، وتقدر تخلص التمرينة بتاعتك في الوقت المظبوط. المجموعة اللي بعديها طويلة شوية بس حلوة جدا، عبارة عن 4 في 50، وهي هنختم بيها في المين سيت. 4 في 50 باك ستروك دريل. باك ستروك دريل يعني قايم باك كامل، باك سوري، دريلات متنوعة. يعني هو هنا ما قالكش دريل تشويز او دريل اولدر، ولكن هو اداك دريلات مهمة ان انت تعملها علشان توصل بالسباح اللي معاك لافضل النتائج. 4 في 50 باك دريل. الشدة 80%، والريست من 20 ل 30 ثانية، يعني انت قايم بالراحة بس مركز في التكنيك. 50 الأولى عبارة عن سنجل ارم باك. 25 رايت 25 ليفت، يعني رايح شغال ضربات رجلين، راسك ثابتة، بتشتغل بدراع واحد، والدراع التاني يا ثابت على ايدك، ثابت على رجلك، يا ثابت فوق راسك، ولكن شغال بدراع واحد هو الشدة والثبات، يعني دريل مش عايم كامل، وانت رايح بدراع وانت راجع بالدراع التاني. عندنا ال50 اللي بعديها بتكون دبل ارم باك، عايم ضربات رجلين وبتعمل دبل ارم باك. احنا بنعملها في الكول داون، ولكن بنعملها برجلين بريست. السباح لازم يفرق ما بين رجلين البريست والكول داون والريكفري، ويفرق ما بين ان هو عايم دريل. التمرينة التالتة او المجموعة التالتة في المين سيت او في الباك. في تمرينات الباك عبارة عن 3 كيك 1 ستروك، عايم ايده ثابتة، يعني يعتبر زي سويتش يعني. بيثبت 3 عدات، بيعمل 3 ضربات رجلين ويبدل الدراعات، ويثبت تاني 3 ضربات ويثبت تاني. المجموعة الرابعة عبارة عن سويم باك فوكس اون روتيشن. بيعمل روتيشن بجسمه، يعني بيطلع كتفه بره المية. ما قالش هنا الثبات، بس ممكن يكون عايم باك كده مفيش مشكلة، بس الروتيشن بتاعه مظبوط، هيد بوزيشن مظبوط، راسه ثابتة، منظور الرؤية ثابت، مثبت عينه على حاجة معينة، وبيأدي أفضل أداء في المية.
خلصنا التمرين 4 في 50، البريست ستروك دريل 80%، الشدة والراحة 30 ثانية. هنخش على الريكفري. مهم جدا الريكفري يتعمل بعد المجموعات الطويلة عشان السباح يطلع فايق من المية. عبارة عن 200 متر دبل باك كيك بريست بيعملها وشرحناها كتيرة جدا. التوتال بتاعنا عبارة عن 1800 متر، فالتمرينة بدأت تشد شوية. البرنامج هيبدأ يحلو يا شباب من أول التمرين إن شاء الله، يعني بالكتير قوي 25. فتابعني الفترة اللي جاية واعرف إن أنا كل يوم إن شاء الله بنزل لك تمرينة. لو عندك اي استفسار او عندك سؤال سيب لي في الكومنت. مهم جدا ان انت تعمل تعليق وتقول لي الشباب اللي معاك او السباحين اللي معاك في ايد كام سنه، بتمرنهم ازاي وبتشتغل معاهم على ايه الاخطاء اللي انت مضايقاك مثلا عايز تطور منها، ايه برضو القياسات بتاعتهم في ال50 وال100 وال200 على الاربع عومات. حابب تضيف اي معلومه او تزود اي حاجه، لو كده سيب لي في الكومنت وانا هجاوبك ان شاء الله باستفاضه. شكرا يا شباب واتمنى لكم التوفيق.